يوتيوبرز مغاربه ولكن مشهورين عند الاجانب. تخيل معايا واحد من اليوتيوبرز يقدر يوصل فيديو واحد ديالو لاكثر من 1 مليار مشاهده. شكون هما هاد اليوتيوبرز هادو وكيفاش وصلوا لهاد الشهره هادي؟ A few minutes later. قبل ما نبداو هاد الفيديو هذا This is Product، غنقدم في هاد القناه هادي اي حاجه غريبه وغامضه او لا عندها علاقه باليوتيوب. فما تنساش ديك لايك ديالك كدعم لينا نستمروا في هاد الكونتنت هذا الزوين. ما تنساش ابوني الا كيعجبك هاد الكونتنت. بطبيعه الحال اللي اول مره تشوفني دير ابوني باش يبقى يطلع لك هاد الكونتنت الزوين. الا كنتي تفرجتي فيا وما ديرش ابوني دير تا ابوني باش ترضينا وباش تخلص هاد الكونتنت هذا. ليتس جو. كاينين بزاف تاع اليوتيوبرز مغاربه ولكن مشهورين غير في المغرب، يعني الفيديوهات ديالهم الصدى ديالهم ما كيوصلش لدول اخرى من غير المغرب. مي في هذا الفيديو هذا غندويو على هاد اليوتيوبر اللي قلت لكم. فنبداو لا ليست ديالنا باول يوتيوبر هو الياس المالكي، اللي قدر انه يوصل لارقام خياليه ويوصل الاجانب عن طريق البطوله اللي تفرجنا فيها كاملين اللي هي الكينغز ليغ، البطوله اللي قدر فيها المنتخب المغربي وصل للسيمي فينال ولكن خسر في الاخر قدام كولومبيا. فهاد البطولة هادي قدر الياس المالكي في لايف واحد في لحظة واحدة يوصل لأكثر من 500 ألف مشاهدة، رقم اللي مجنوني وحطم أرقام قياسية ميمكنش على منصات كيك ولا في الصعيد العالمي. فستريمر الياس المالكي تفرجوا فيه أجانب، فكاين بزاف تاع اللقطات الأجانب كيتفرجوا فيه لأن الفيديو ديالو واخا مفهومينش ولكن تريكومونداو الأجانب والناس كيشاهدوا البطولة تاع الكينغز ليغ. فهذا اول يوتيوبر معنا في هذه القائمه هذه، والفيديوهات ديالو ولاو كيطلعوا للاجانب ولا مشهور باش غير في المغرب بل حتى في اوروبا. اليوتيوبر الثاني اللي عندنا في هذه ليست هذه واللي هو حموزه، اليوتيوبر المغربي ولكن اللي كيدوي باللهجه السعوديه. هادشي هذا اللي خلاه يتشهر بزاف في السعوديه وفي دول الخليج بحال عمان بحال الكويت. فهاد اليوتيوبر حموزه كان في واحد لا فيديو قال لهم بانني مغربي ولكن كندوي بهاد اللهجه هادي كتبان لي احسن من اللهجه المغربيه لا في الهضره وكذلك باش نوصل لجمهور كبار، خصوصا انه كيدوي على لعبه فورتنايت واغلبيه الفيديوهات عندهم علاقه بفورتنايت. داكشي علاش ما غاديش تفرجوا فيه المغاربه. وش اسمك؟ أعزائي المشاهدين، المعلومات هذه المفروض تنقال على السريع. أنا حمزة من المغرب، عمري 19 سنة. بأننا ما مهتمينش بفورتنايت بزاف. فاليوتيوبر حموزه ارقام تاع القناه ديالو وصلوا لواحد الارقام اللي بزاف لدرجه انه ولا كل فيديو كيحطو كيجيب لك اكثر من مليون مشاهده. فهاد الشهره هادي خلات بزاف الناس يسولوه انت من اين دوله من اين بلد، فقال لهم انا من المغرب ومغربي ولكن كندوي باللهجه السعوديه. فاليوتيوبر حموزه واحد من اكبر يوتيوبرز اللي كاينين على الصعيد الخليجي، ولا قررنا نحسبوه على المغرب فغادي نعتبره واحد من اكبر اليوتيوبرز المغاربه بسبب انه القناه ديالو وصل اكثر من 1.5 مشاهده اكثر من 1.5 سبسكرايبر. فارقام خرافيه ليوتيوبر اللي كيقدم محتوى خليجي. اليوتيوبر الثالث واللي كلكم كتسناوه اللي قدر فيديو واحد ديالو يوصل لاكثر من 1 مليار مشاهده، اما مجموع الفيديوهات ومجموع المشاهدات في القناه ديالو كامله وصل لاكثر من 4 مليار مشاهده، ارقام كبيره ياك. ولكن هذا اليوتيوبر هذا راه غير مغربي. فشكون هو اليوتيوبر هذا؟ فكرتي عرفتيه؟ فرانش مونتانا. French Montana has been named the most streamed African-born artist. الرابر المغربي الذي تعتبر اشهر رابر مغربي في العالم، اللي غدروا الفيديوهات ديالو ويجيبوا ارقام خياليه، هل 100 مليون هل 200 مليون هل 400 مليون، كاين حتى 600 مليون ومليار كيف ما قلت لكم. فهذا اليوتيوبر هذا كيعتبر واحد من ركائز الراب في العالم كامل باش يعرف المغرب زعما ولا شي حاجه. فبالاضافه الى ان الناس بزاف ما كيعرفوش، قليل الناس اللي كيعرفوه. كان دار مؤخرا واحد الانترفيو مع فاروق لايف كلشي تفرج فيه تقريبا، تما فين اكتشفنا بصح فرانش مونتانا يا خدر تما فين اكتشفنا الشخصيه ديالو وكيفاش انه قرر انه يدير واحد الموسيقى ولكن باللانجويج تاع الانجليزيه، قلت لكم باللونجلي انجليش لانجويج، باش يجيب ويجذب جمهور اكبر يقدر انه يوصل لهاد الارقام اللي وصل لهم دابا. فرانش مونتانا كيتعتبر اكبر يوتيوبر مغربي في العالم كامل كيجيب ارقام، هو فرانش مونتانا اكثر شخص مغربي كيجيب ارقام في العالم كامل،
يوتيوبر اللي بصح قدر يوصل لشي حوايج اللي ترابر اخر لا مغربي ولا اجنبي ما قدروش يوصلوا لهم الصراحه. ففي الانترفيو ديالو مع فاروق لايف بين بزاف د الحوايج، خصوصا كيفاش انه جاتو الفكره انه يبدا يدوي باللونجلي ويبدا يدير فيديوهات باللونجلي، كيفاش جاتو اصلا الفكره باش يبدا يصور ويدير الراب، بالاضافه الى انه في اغلبيه الفيديو سكريب ديالو كيصورهم في المغرب. يعني كتلقى اللقطات اللي في الفيديو كليب مصوره في مدن مغربيه بحال طنجه مراكش كذا وكيحطوهم في لي فيديو ديالو. فهذا كتعتبر اكبر يوتيوبر مشهور على الصعيد العالمي بشي غير مغربي. كي جاكم الفيديو الدراري؟ اوكي، خاتمه سريعه جدا يا ساده. كي جاكم الفيديو الدراري؟ الى عجبكم، الا وصلت لبعد هذه النقطه هي بغيتي تدير ليا اش غتكتب ليا؟ كتب ليا فرانش مونطانا. الا وصلت لهاد النقطه كتب ليا في لي كومونتير فرانش مونطانا، ما عرفتش قلت صحيح ولا لا. اوكي، ما تنساش لايك سبسكرايب، دعموا هذا الكونتنت هذا الدراري برجوله، دعموه برجوله. اوكي، ديروا ابينو، ديروا لايك، ديروا كليك لايطاج والكومونتيراج، ونشوفكم في الفيديو الجاي. معكم بوداكس.